السلام عليكم حبيبتي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا غدر الإنسان، مرحبتين بك في برنامج تعال نحكي لك عن الله الموضوع. يخليك. أنا شيماء اللي حكى لك عليها أستاذ أحمد القريشي. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا، نورتي يا أختي. الله تفضلي يخليك. المايك معك ونسمع فيك كلنا يا أختي، تفضلي. الله يخليك. أول شي أحب أهنيك لله إنك قصتك تقريبا بها مقاربة لقصتي، والحمد لله. أنتي 44 سنة يلا لقيت أهلك، أنا 42 سنة يلا لقيت أهلي. طبعا أنا من العراق. والفضل يعود للأب الروحي هو الأستاذ أحمد القريشي. بمساعدته قدرت ألقيهم، لأنه أني قعدت يعني فترة طويلة إني أدور، ما خليت باب ما أدور عليه، لأنه ما كان عندي لا عنوان أهلي، لا تفاصيل يعني مضبوطة، عشان أكو ظلم وقع على أهلي اللي هم نعم. بالعراق، وقسم إني أبويا فلسطيني الأصل ويحمل الجنسية الأردنية. نعم. فأطلب أستاذ أحمد إني يصعد هم ويانا، ممكن إني تدعي في بعد عشان إذن غير نسمع منك بس يا أختي الأول، لأن الأستاذ أحمد البدري طلع وحكى، إحنا اليوم بدنا نسمع قصة. هذه رقم واحد. رقم اثنين، أنت كان عندك اسمك أنت على الأقل كامل، يعني أنت عندك أساس، عندك اسمك بالكامل موجود. لا، ما كان عندي الاسم، ما كنت أصلا أعرف أنا بنت مين، شو أهلي مين، ما كنت أعرف حتى أمي إن هي أمي. كان اسمي على اسم غير عائلة وغير ناس وكل إشي. به العائلة اللي كفلتك وتبنتك من عمرك شهرين تقريبا، صحيح؟ نعم. نعم. يعني تربيتي وسطهم وهم مفهمينك انك انت مش بنتهم. هم مش فهموني إني أنا مو بنتهم، هم بالعكس هم فهموني أني بنتهم، لكن كان أكو إحساس بداخلي أني، عشان من كنت أشوف الأخوان اللي تربيت وياهم تص... يعني يداروهم مو مثل ما تصرفهم وياي أني، فكان أكو فد شي بداخلي يحسسني إن موضوع بي غلط، الموضوع في شي غلط، بس أنا صغيرة ما كنت أفهم شو هو الموضوع، يعني شو هو السر نعم. بالموضوع. يعني هم طيب أطفال وأني أطفال، نعم، طفلة. امتى ادركتي به انك انت فعلا مش بنتهم؟ امتى اكتشفتي الحقيقة يا غدر الانسان؟ لمن جت الوالدة وأخذتني. والدتك الحقيقية؟ نعم. يعني كيف استدلت على بيتك؟ القصة هي بدت طبعا بالنظام السابق، هو نظام صدام. نعم. وقع ظلم على الوالد الله يرحمه وانعدم في العراق. رحمة الله. وبعدها أخذوا الوالدة كمان، وأنا كان عمري 48 يوم 50 يوم هيك، يعني لساتها الوالدة كانت والدتني، وهي كلها عاشت ويا الوالد تقريبا زواجها وهاي كلها سنة واحدة بس، سنة نعم. واحدة. انسجنت وحتى امك؟ سجنت نعم، من نعم، موضوع. نعم، نعم، كم انسجنت. سجنت؟ كم سجنت؟ انسجنت سنتين تقريبا، اي سنتين ضبط. ويعني هي حتى في فترة السجن كانت عارفة انت مكانك وين؟ لا، أنا بالسجن كنت وياها يما سجنوها، عشان من أخذوها إلها بدها تروح نعم. تسأل على والدي، فقالوا لها أنتي تعرفين أشياء على زوجك، وشو تعرفين لازم تعترفين، وهددوا الوالد بالوالدة إذا ما راح يعني تعترف على نفسك، راح نفعل كذا وكذا بزوجتك نعم. قدام عينك. نعم. نعم. آم، وأني من سوء التغذية اللي بالسجن وقع علي، صار عندي جفاف أنا بالسجن مع الوالدة. تمام. تمام. بعدين لما انا بدي اعرف بس، سلموني كيف سلموني والدتك كيف استدلت على بيتك وهي وانت انخذتي منها في عمر هسا صغير؟
راح اقول لك التفاصيل كلها شوي بالسرعة لانه قصتي جدا طويلة وقصة مؤلمة، ويعني خربت عائلات، ضيعت مستقبل، ضيعت يعني روحي، مستقبلي، حياتي، دراسة، كل شيء انت بتتخيلي ببالك اني شفته، كل شيء. نعم. ليش الأسرة اللي أنت تربيتي عندها ما خلوكش تكملي دراستك يا غدر الإنسان؟ لا، لأنه ما كان أحمل أي جنسية، أنا أي ورقة ما كنت أحمل أي شيء. فلذلك ما قدروش إنه يقروك في مدارسهم العامة، يدرسوك فيها بالضبط عشان هم جدي أبو والدتي الله يرحمه بعد ما النظام السابق اللي هم الاستخبارات العراقية سلموني البيت جدي، قالوا البنت يعني صار عندها جفاف في السجن تقدر تاخذها. أخذني جدي وأنا عمري كان 6 أشهر، 6 أشهر، أنا 6 أشهر مسجونة ويا أمي بالسجن، 6 نعم. أشهر. طيب لما يعني جدك أبو أمك ولا أبو أبوك؟ أبو أمي. أبو أمك يعني أوكي. نعم. يعني أخذك عنده وكمل تربيتك؟ لا، ما كمل تربيتي، هو لكودا كان عليه ضغوطات همينة والبيت مالته مراقب، عشان ذاك الزمان جدي كان هو ضابط في الجيش العراقي، كمان كانوا محاصر على انت جوزت بنتك الواحد من غير جنسية، طيب وكان لكن خلاص انت هو خلاص الراجل انحبس وانعدم والام يعني انحبست، الطفله شنو ذنبها يعني برضه؟ ذنبها خلاص. ما هنا انت لو بتسمعي الاخبار، الطفل يا اختي كانوا بيقتلوه عشان ما يظل اثر، يعني بكره او بعد بكره اني في ثار وفي ياخذوا اشي. لحظه يا خيتي، لو كان بيقتلوك كان قتلوكم في السجن، خلوك تموتي عند امك يعني معلش، لكن انت اصبتي بالجفاف عدوا سلموك لجدك، كان الاسهل عندهم انه يتخلصوا منك. مو حبيبتي، جدي كان ذاك الزمان شوية كان عنده فد واسطة حتى بس يوصل للأمي، لأنه الموضوع كله كان شي مفبرك أصلا، لا الوالد عنده شي ولا هو المشكلة كان المحاربة، والمشكلة كان مع جدي علشان منصبه، فهو لفوا الموضوع. لحظه يا خيتي، ما نحن لانها مش هذا موضوعك انت، نحن موضوعك الاساسي انك كيف رجعتي لاهلك. انا نبي نعرف جدك ليش تخلى عنك بعد ما سلمته السلطه. هو ما تخلى عني، هو سفرني القرايب يعني اللي قرايب السوق يعني بيبيتي، لانه بيبيتي كرديه. تمام. سفرك وين، الاردن ولا سوريا؟ لا سفرني الكردستان العراق. تمام. تمام. اي تربيتي عند اقارب جدك؟ مش اقاربه، ناس اقارب ستي معارف. المهم هو كان اللي قال نعم، قال خلي بالك عليها، انا ببعث لهم مصاري، كان بيبعث لهم مصاري، اي نعم، وبيبعث لهم مصاري عشان بيربوني وياكلوني ويشرب، لكن العائله هذه كانوا بيربي عيالهم، عشان هم كانوا حتى بتذكر الدار وعندي مستمسكات ودليل وصور اني قاعده بدار بتذكر لحد هلا كان خشب، يعني الفوق خشب وطين من طين، ويعني هذا البيت ناس كان فقراء يعني على قد جدا عافية بالضبط. ولكن تربيتي انت في وسطهم، وسط الاسره هذه؟ نعم، تربيت مع اخوان 2، اولاد 2 وبنات 3. تربيت معاهم وانا ربيتهم عشان انا كنت اكبر من الاولاد اللي موجودين، عشان انا لما رحت يم هاي البنت الست كانت هي لساتها والده بنت ولساتها كان هم حامل، فأنا ربيت البنت وعندي حتى كمان صور مع الراجل اللي رباني ومع البنت اللي كانت والدتها. تربيت وسطهم، انت مواليد 85 تقريبا او 84 صح؟ لا 82.
82. طيب العمر نعم. كله تمام. ايه خلاص انت كبرتي وسط العائله هذه، طبعا اكيد ان جدك توفاه الله والاسره توفت. طبعا توفى جدي نعم. بال 94 بعد ما تبذل، والعائلة اللي تربيت أنا طبعا أمهم توفت. بعدين الرجال، لأنه كان الرجال أبوهم نعم كان خوش إنسان زين، لكن من نشوف زوجها كانت تصرفها حلو وياي، بس لما زوجها يروح للشغل او يروح يجيب لنا شي كانت ما تقعدني توكلني ويا جهالها اللحم والشي الضمة الجهالها، فهمتي شلون؟ تمام. فبعدين امي من كثر التعذيب بالسجن صار عندها مرض نفسي، يعني عقلها مو تمام، لانه تعذيب، تعليق 3 ايام بالزنجيل بالسلسله وهواية امور. يا غادر لحظه بس، ان في بعض المصطلحات يتم حظر البث بسببها يعني، فانتبهي نعم للمصطلحات اللي حضرتك تذكري فيها. المهم يا خيتي، بعد مرور هالسنوات هذه وبعد ما امك فقدت عقلها، امتى ادركتي ان الاسره اللي انت عايشه وسطهم انه موضوع مش اهلك؟ وامتى بديتي رحله البحث عن اهلك؟ انا اقول لك، اني بديت ابحث عن اهلي قبل 5 سنوات، يلا عرفت. من 5 سنوات بس؟ نعم قبل 5 سنوات. كيف عرفتي؟ من خالتي الله يرحمها. خالتك اخت امك؟ اي. كيف تواصلت معك رحمه الله عليها؟ عشان لما جدي توفى بال 94 بال 98 كانت خالتي كبيرة، جدي قايل لها أنا عايشة وين، فهي جابت أمي علي جو الكردستان بال 98 أخذوني من هاي العائلة. يعني خالتك جت اخذتك في 98 من العائله هذه لما عرفت نعم. ان بنت اختها موجوده في اقليم كردستان العراق، تمام. نعم. لما اخذتك يعني كملتي معها مع خالتك؟ كملت مع أمي وخالتي، لأن أمي كانت وضعها الصحي نعم مش اسمح اي. نعم. بس كانت لما شافتني بدت شوية صحتها وعافيتها شوية يعني زين، وكان دكتور اللي يعالجها كان اسمه دكتور أفرام، هو يعني يعرف قصتنا. تمام. طيب يعني انت تربيتي مع خالتك، كملتي بقيه وقتك مع خالتك وامك؟ أمي طيب. اي، لأنه كانت عايشة أمي. نعم. كيف تاخذ منهم من جديد؟ ما هو اهلك معك، ايش المشكله اللي صارت معك؟ ما استخرجوا لك اوراق يا غدر الانسان؟ لا، لأنه كل الأوراق اللي كانت أمي يعني عندها كلها أخذوها من أخذوا والدي، لأنه من أبويا راح كانت سيارته رقم أردن مرسيدس لونها خضراء زيتوني هيك على صفار تقريبا، قالوا لي يعني حسب الشيء اللي قالوا لي، وفعلا لما لقيت اهلي اكدوا لي بابا كان عنده سياره رقمها اردن موديل 81 هيك 80 هيك شيء. تمام. المقصد حتى لما رجعتي لخالتك اخت امك ومع امك ما كان عندهم اوراق لك انت ثبتيه؟ لا ماكو اي اوراق، لانه تقدر لنا بحكم هي امك وخالتك ان تمشي للسجل المدني عندكم وتستخرج لك اوراق من جديد يعني؟ لا، شلون تطلع لي اوراق وهي حتى لا عقد الزواج لا كل شيء اخذه، لان امي من الزوجة عقد زواجها في الاردن وتزوجت وعرسها كلها كان في الاردن مش بالعراق يا حبيبتي. طيب في الاردن ما قدرتوش تراسلوا للسفاره في العراقيه في الاردن بحيث ان تستخرجوا الاوراق من جديد وصوره من عقد؟ حبيبتي اني بعد ما لقيت الأوراق كان حتى منع سفر على الوالدة وعلى أي أحد من العائلة يقدر يطلع يسافر أو يطلب إيداعي. حتى لما أمي راحت بوقتها أخذتها خالتي للسفير الأردني بال 84 85 قال لها يا بنتي روحي واللي فيه خير الله يقدمه، ما قدر أي شيء يسوي. نعم. إذا أنت أصبحتي بسبب الظروف الحرب وظروف الدولة وكذا، فأنت ما عندكش أي أوراق ثبوتية حتى لما رجعتي لخالتك أخت أمك وأمك كانت عايشة. طيب طيب يعني أنت كم كان عمرك وقتها يعني في ال 98؟ أنا كان عمري تقريبا 15 سنة ضبط. تمام. ويعني قدرتي تقري كملي دراسة ولا ما فيش؟ يعني 15 سنة أطف صف أول ابتدائي لا، بس رحت يعني شوية هذا يصح ولا نحو الأمية ما أعرف شي، يعني مال كبار تروحين بس تقرين أحرف هيجي حالك حال أي يعني أمي أنت أمي إيه بس. سواء باهي خالتك وأمك يعني أنت عشتي معاهم فترة يعني كنتي مدركة وكبيرة وعاقلة.
إيه. يعني امتى تهتي منهم؟ انا بنفهم ليش انت بس من 5 سنوات عرفتي توصلي لهم. هل يعني خالتك وامك؟ عشان ما حد ما خبرني اني وضع الوالدة، او لما سألت على ابوي قالوا بالبداية ابوك مسافر، بالبداية يعني هيك كلام. طبعا انت آه، لسه عمر صغير وما بيش يقولوا لك، اي لكن لما كنت كبيره شن الحقيقه اللي عرفتيها منهم؟ قبل 5 سنوات يمين، قبل ما تتوفى خالتي كان وضعها كلش تعبان بالانعاش، فقالت لي بنتي اكو سر لازم تعرفي اللي امك يعني ما تقدر تخبرك عنه، او موضوع اني ما مجرد تحكي وضعها كله يتخربط وتتذكر، وجسمها مبين الآثار كلها عليه لأنه المهم. خالتك صراحاتك بشنو يعني؟ صراحاتك بايش خالتك؟ فصارحتني إني أني أبويا أصلا مو عراقي، أني أبويا من فلسطين، تمام. وصار موضوع على والدي، كتبوا عليه ناس جماعة كذا كذا عليه، وهو كذب، لأنه حتى الأوراق بعد ما رحت المؤسسة الشهداء دورنا عليها، أبويا أصلا بعد التحقيق طالقين صراحة لأنه ما لاقين أي شيء عليه، لكن اللي عنده عداوة شخصية ويا والدي هو اللي قام بهذا الفعل. تمام. تمام؟ تمام. طيب خالتك هي يعني وهي على فراش المرض يعني قالت لك أي. اسم والدك الحقيقي بالكامل وحكت لك القصه؟ نعم، بعد ما حكت لي القصة وقالت لي أنت كان عندك عم بيدرس في العراق في جامعة البصرة، دكتور أحمد كذا، تقدري بتوصلي من خلاله على عنوان أهلك، أو تقدري بتوصلي على أي إشي بيثبت إنه في إشي في الجامعة تبعه بيوصلك على يعني إشي بسيط إلهم. لما أنا ما بقدر أروح طبعا وكذا، فد يوم برنامج كان صاعد بي الأستاذ أحمد مع مجموعة من الزملاء طبعا، فحكيت له الموضوع صراحة، وقلت له أنا هي كذا وما عندي أوراق، وشلون راح تصير هاي حياتي، يعني أنا يعني أطلب إنكم ترشدوني يعني. حكالي الموضوع، قال لي اطلبي لي على الخاص وأنا حفهمك. تمام. تمام. فلما طبيت على الخاص فهمته، مو مثل اللي ما احكي بالبث، لانه اكو شغلات خاصة ما اقدر احكيها، طويله عريضه، طبيعي طبيعي. احب نعم. اتحفظ عليها، لانه كل واحد بحياته اكو غرفة مظلمة بداخل قلبه وقافل عليها، الناس تحكي اللي تسمعه، لكن خلي تعيش الواقع حتى تعرف الكذب من الصدق. نعم. تمام. نعم. تمام. اي. طيب لما حكيتي للمستشار القانوني عن حكايتك واسمك بالكامل وقال وعدك انه هو حيتواصل مع ناس في الاردن عشان يوصلوا في بقيه اسرتك اللي هم اعمامك اللي والدك توفاه الله، لو عندك اعمام او خالات او كذا عفوا عمات، فيعرفوا يوصلوا فيه من خلال الاسم اللي اعطته لك خالتك الله يرحمها، صح؟ بالبداية خالتي انطتني اسم والدي، قالت لي تمام. وانت اسمك مو شيماء، اسمك مو سحر، اسمك شيماء. زين. سحر هذا الاسم اللي احنا كنا دارجي يعني تمشين بيه. طبيعي يعني الاسم اي. اللي تكبي. تمام. ده فانتي هذا اذا اسم الوالد بالكامل. اي روحي راجعي هسه ما دام صار السقوط، روحي راجعي السفارة انطيهم اسم والدك وصورته، لانه هي كانت خالتي إلها صورة عرس ابويا وامي ضامتها يعني، بس اللي كان الدليل اللي عندي ادور حتى اوصل لاهلي هي صورة عرس امي وابويا بس. تمام. الصورة دي محتفظة بيها لليوم انت يا غدر الانسان. طبعا نعم، ودزتها الاستاذ احمد. نعم. وبعدين صحيح يا عمر. خالتي هم كانت عندها نسخة من عقد الزواج مال والده، قالت هاي نسخة أسود وأبيض، تقدرين بس مجرد إني مكتوب رقم يحمل الجواز الأردني يعني، والرقم الجواز تمام والدي. المهم فلأنه ورقة قديمة يعني مهلوكة هسه، حتى لو أريد أطلعها ما حد يعني يقدر يفهم من عندها شيء. نعم. ممكن نعرف كيف وصلتي في عمك يا أخت شيماء؟
طبعا اكو ناس همين خطية ساعدوني من البصرة، واقدم الشكر وايع لهم والتقدير. راحوا للبصرة وراحوا للجامعة، ولما طلعوا شهادة ميلاد عمي وعنوانه وبيا سنة كان يدرس، وماخذيه همين معذبي 4 أيام وكاتلي وذابي بالشارع، ماخذيه من الجامعة، يعني رايحين حتى على عمي النظام السابق. يعني تمام. حتى عمك توفاها الله، مين اللي فاضل من الأحياء عندكم؟ أنا عندي الحمد لله عمامي 3، اللي هو دكتور أحمد والأستاذ محمود وأستاذ باسم، هذول عمامي 3. وعندي يعني عمة اكتشفتي إن واحدة. في عندك أعمام حيين، اكتشفتي نعم إن في نعم عندك. الحمد لله عمرهم طويل وعايشين، وعندي عمتي حياة اللي هي وكيف تلقوا عايشة. خبر إن عندهم أخوهم عنده ابنة، والبنت هذه كانت ضايعة منهم، كيف تلقوا الخبر هذا يا شيماء؟ هم يعني الصراحة كان لقاء جدا جدا محزن. يعني دموع فرح ونفس الوقت صدمة إلهم بعد 42 سنة، لأن هم جدي وبيبيتي جايين من فلسطين، كانوا بال85 سائلين علي، والصراحة الله يسامحه سيدي والله يرحمه، قال لهم البنت توفاها الله. عشان يقفل الباب، فهم بطلوا بحث. ولكن طبعا. بعد 42 سنة اكتشفوا انك انت عايشة. طيب هل صار اللقاء مع اعمامك ولا ما زال يعني؟ لا والله لحد الآن، عشان الصراحة لحد الآن أني قدمت طلب والحمد لله، بدأ أمشي بالمعاملات، وسويت تحليل DNA ويا الوالدة الحمد لله، وإثباتات، وبعد همينة المقابر الجماعي. اجراءات انت يعني، بس موضوع مسألة انك تتمي اجراءاتك في الدولة اللي انت موجودة فيها عشان تقدر تسافري لهم، او ان هم يقدروا يجوك، صح؟ طبعا أنتي تعرفين ظروف فلسطين، هم كلهم فلسطين قاعدين بمنطقة ما يقدروش يجوا حتى للأردن؟ لا هم يقدرون يجون للأردن، بس ما يقدرون يجون للعراق. طيب انت تقدر تسافري لهم للأردن؟ نعم نعم أنا أقدر أسافر لهم، بس أكمل أوراقي إن شاء الله وأطلع لهم للأردن إن شاء الله. وأنا مريت حياة صعبة جدا. الكلام اللي أحكيه هذا أكو مقتطفات يعني ما أقدر أحكيها، لكن الظروف اللي عشناها أنا الوالدة، من الحمد لله والشكر إن عشنا الحمد لله، لكن الناس لا تحكم على أي شخص إذا ما تشوف بعينه. أكو أشياء أنتي بالحياة لو تسمعيها يقشعر بدنك. نعم، ولكن انت توا الحي في اليلاه، توا اسمعيني يا خيتي يا شيماء، اهم شيء الان انت عندك على الاقل هدف واضح قدامك. انت كنتي عايشه في حاله توهان، الحمد لله انت بديتي توصلتي لاهلك، وهذه بصراحه اهم انجاز في حياتك. الان انت بتركزي على انك انت، لان كل التجارب اللي مريتيها بها هذه دروس لك ولي اللي صخلت شخصيتك شيماء اللي تحكي معنا اليوم. اللي يهم الان انك تكوني واقفه على كرعيك، انك تتمي اجراءاتك، ان ربي يجمع شملك باهلك وتلاقوا في الاردن، منطقه وسطى واقرب منطقه حدوديه تقريبا للعراق هي الاردن، وانه يجتمع شملك بيهم، وانك تتاسسي حياتك على الصفحه الجديده هذه وتشوفي كيف تبي تكملي فيها. اهم شيء هذه يا شيماء، لان خلط ودن الزدمت واللي فات من العمر فات، وكل علامات هذينا في قلبك وفي صدرك، ولكن كلها دروس حياه هي اللي صقلت شخصيتك اليوم يا شيماء. فان شاء الله تكملي اجراءاتك على خير. وشكرا للاستاذ احمد القريشي بصراحه، وشكرا لكل يد خير امتدت وساعدتك وانها توصلك لاهلك الحقيقيين. وطالما انها مساله اجراءات فانت عديتي اكثر من منتصف الطريق. يعني اهم شيء ان اهلك تعرفوا عليك وانت تعرفتي عليهم، وانت درتي شوط كويس. انا عند تو ما زلت والله ما درت DNA لان ما زالوا ما تلاقيتش مع اهلي. فانت دايره شوط كويس جدا جدا يا شيماء. ان شاء الله ربي يكمل عليك بخير، ويتمم فرحتك بشوفة اهلك وتقر عينك بيهم ان شاء الله، وتقضي ما بقى من عمرك في سعاده وهناء، واعتبريه هذا عوض جميل من الله سبحانه وتعالى.
آمين آمين حبيبتي. بس طبعا أشكر أستاذ أحمد لأنه هو الفضل بعد الله يعني إله. هو كان إنسان يعني كلش ذكي. أني بوقتها ما خليت باب ما دقيته من سفارة أردنية سفارة فلسطينية، كنت أروح وما قدروا يتوصلون لأهلي حتى من خلال الاسم من خلال الصورة، ما قدروا. الله لكن سبحانه هو وتعالى يسخر في عباده في وقت معلوم، نعم وربك سخر لك الانسان هذا. الانسان ربي يوفقه ان شاء الله ويسعده في حياته، كيف ما يعني افرح قلبك أيوة واسعدك ان شاء الله في ميزان حسناته. وانت يا بنت الناس هذا وقت كنت تستحرزي هالنتائج، نتائج الصبر اللي صبرتيه، انك حصلتي هالنتيجه هذه بانك الحمد لله انك توصلتي لهلك. ان شاء الله ربي يسعدك يا بنتي، وربي يتمم عليك بخير، وربي يطيحك في اللي خير منك. وان شاء الله لقاء قريب ومحمود مع اهلك وناسك يا اختي شيماء، ونورتيني في برنامج تعال نحكي لك. تسلمين. إن شاء الله أنت هم تلتقين ويا أهلك ان شاء الله بأقرب فرصة يا رب، ان شاء الله ان شاء الله ويجمع شملكم ان شاء الله ويجعلكم تفرحون، وأنا هم إن شاء الله يجمعني ويا أهلي إن شاء الله باذن إن الله شاء الله. تعالى، باذن الله لا هانت. وإن شاء الله هاي كلها يكون تصوير والناس حتى تشوف في ظلم في الحياة كثير في الحمد لله، بس المهم اخرتها الصبر هذا، إن شاء الله. نعوض الصبر هذا خير. الله يحفظك ويرعاك يا الله شيماء. يرعاك يا حبيبتي، تشرفت فيكي ست حنان. هلا أهلا وسهلا. هلا بك هلا بك. أهلا حياتي وسهلا. لحضرتك ولأخونا احمد القريشي، بصراحه بارك الله فيه، ان شاء الله في ميزان حسناته.